ازيكم يا احلى اخوات في الدنيا كلها، عاملين ايه؟ تعالوا بقى النهارده لما نغلف التورتايه دي كده. تعالوا بقى بصوا كده، احنا بنعمل بجناش الشوكولاته اللي احنا عملناه معاكم قبل كده. بنعمل الدروبات اللي بتبقى نازله من الجنب كده. تمام. بنجيب شكل القمع ده اللي هنعمل بيه الروزيتات من فوق ومن تحت. تمام كده. ما انا مسرعه لكم الفيديو على قد ما اقدر عشان خاطر الفيديو ما يبقاش طويل عليكم، وتقدروا تستفادوا منه برضو. ولو وصلتوا لعندنا صلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم. متابعة للصفحة فضلا وليس أمر. بصوا كده عملنا من فوق. هننزل بجناش الشوكولاتة. هنا بقى بننزل بجناش الشوكولاتة اللي احنا عاملينه قبل كده معانا. فوق على الوش. ده طبعا بيبقى حسب العميل ما هو طالب. تمام كده، ما بنسيبش مكان فاضي خالص. لو في اي مكان كده برجع احط له جناش شوكولاته تاني. ونحاول نكون مسقعين التورته تماما خالص قبل ما نبدا شغل فيها. على الاقل خالص ساعتين قبل ما نبدا شغل فيها، علشان ما نحطش الشوكولاته تروح تتقلب في الكريمه، تدينا لون مش كويس خالص. تمام. فطبعا الجو عشان ساقع الشوكولاته بتمسك بسرعه يعني، فبنحاول ان احنا نحاول على قد ما نقدر نخف ايدينا يعني على قدر إمكان. تمام كده. بصوا قدامكم. انا بعدلها بالمعلقه عشان خاطر لقيت لما انا استخدمت الاسباتولا لقيتها بتشيل في الشوكولاته. اي مكان فارغ كده بزود له تاني شوكولاته في الجناب، لازم اظبطها ما يكونش فيها حته باينه خالص يعني. تمام كده. طبعا ما تنسوش متابعه للصفحه فضلا وليس امر علشان يوصلكم كل ما هو جديد. بصوا كده بقى، كل اللي جناب انا بسويها بالمعلقه بشوكولاته عشان خاطر ما يكونش في جنب فيه وجنب ما فيهوش. تمام كده. احنا سويناه بقى، بنبدأ برضو تشكيل فيها بالكريمة. بنجيب كيس فيه قمع او ما فيش قمع بنقطعه قطع صغير جدا نحط فيه كريم شانتيه. الاول هنعمل الروزيتات كده من تحت برضو نفس اللي احنا عملناه فوق، بس دي من تحت نفس القمع هو. نبدأ تشكيل كده. تمام كده. بنحاول ان احنا نخلصها. وهنجيب بقى اللي هو اللولي الكبير ده. طبعا ده انتوا حسب ما انتوا بتحبوا يعني، بس انا كان عندي ده متوفر اللون ده اللي هو يعتبر مقرب من اللون النحاس شوية. وبنحطه على الوش كده بتديها شكل كويس جدا. انا كنت احط في الجناب بس لقيتها لا شكلها مش لطيف، جيت حاطه لها كلها يعني ما بين واحدة والواحدة في مسافة كده. يعني كنت حطيت لها 4 جناب رجعت حطيت فيها كلها. هنا بقى هنكتب عيد ميلاد سعيد، عيد سعيد سيد. فبنحاول ان احنا نظبطها على قد ما نقدر عشان ده كان طالب العميل برضو عندنا. هنا بقى بنعمل القلب كده، بنعمل حتة كريمة كده ونعمل قصادها التانية بيدينا شكل القلب. حبيت ان انا اعملها كلها بشكل القلب ده، عجبني طبعا. حسب ما انتوا حابين تعملوا كده لا، بس بنحاول ان احنا نخلي ايدينا بالنا من ايدينا عشان ما تلمس الكريمة خالص يعني. بنحاول على قد ما نقدر نخلي بالنا من ايدينا. وده بيكون شكلها في النهاية خالص اللي انتوا شفتوه في اول الفيديو. كانت جميلة، والعميل بيقول لي كل اللي ده هشكر فيها لأنها حاجة فريش طازة غير اللي أنا باجيبها من المحلات طبعا. بصوا ده الشكل النهائي، وحاطط لها فرشتين كده، بس لقيت إن أنا لسه الخرز ده شوية جيت حاطة